السلام عليكم. اليوم اللي طاح عندي في المقله هو الماركت. دابا شوفوا معايا، هادي مكانه وهادي حتى هي مكانه، غير هادي كازيو دايره تقريبا واحد 200 درهم، وهادي رولكس دايره عشرات المليون. هادي بثمن تقريبا واحد 2 كيلو ديال الكفته، وهادي دايره ثمن ديال داسيا. مع ان هادي كنشوفوا بها الوقت وهادي حتى هي كنشوفوا بها غير الوقت. فهمتوا دابا علاش بغيت ندوي على هذا الموضوع؟ واخا خلينا من هذا الشيء غالي، خلينا حنا في الحوايج. دابا حنا عندنا هاد التيشيرت، ها هي تيشيرت زويونه كحيحله سامبل دايره تقريبا واحد 80 حتى 100 درهم. وشوفوا دابا ملي غنصيفطوا لها التميسيحه وغيتبلاصه تما غتولي ب1000 درهم. وقبل ما يجي شي واحد ويقول لي لا حقا الكاليتي ما الكاليتي، واخا كلامك هو الكبير وغنمشي معاك حتى الاخر. حيد عليا هاد لاكوست. شوف دابا الا درنا ليه هاد اللوغو هذا، اوبلا ها هي ولات ب 4500 درهم. يعني الكاليتي فين حدها كاع؟ راه كلنا كنبغيو الماركات وكنبغيو التيشيرت اللي تصبنها ما تبدلش اللون وما تخسرش ودغيا تصلح وداك الشيء كامل. ولكن راه الفرق راه حد واحد 300 500 درهم كاع. راه اللوغو فين كاين البلان وهو اللي كيخلينا نجبدوا 4500 درهم وكثر ونخلصوها وحنا فرحانين. علاش؟ مني كتمشي تشري شي حاجه ماركه كتشري معاها بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء اللي جيت ندوي لكم عليه اليوم. حنا كاملين عارفين ان التيشيرت اللي كتمشي تشري من لوي فيتون مثلا وكتجيبو ماشي نفس الكاليتي ديال التيشيرت اللي غتمشي تشري من الفراشه. لا علاقه، الا صبنتيه ورجعتيه واحد غيخرج لك بحال شي تقشيره، والاخر كي خشيتيه في ماكينه الصابون كي غتعاود تخرجو. ولكن هادشي ما كيبررش داك الثمن المبالغ فيه. واه ماشي فرق ديال 100 200 الف درهم، راه فرق ديال المعقول. واخا هكا كتلقى الناس كيمشيو وكيشريو وهما فرحانين. علاش؟ حتى حد ما يقول لي الجوده، راه تقدر تمشي تجيب تيشيرت نايك ب 500 درهم نفس الجوده ديال تيشيرت غوتشي بمليون. الكاليتي عندها غير واحد الحد، راه ما كاينش شي تيشيرت كتحطو كيبدا غادي بوحدو. هادي حيدناها علينا واجي دابا ندويو في المعقول. انت منين كتنوض وكتمشي للغوتشي وكتدخل وكتختار واحد التيشيرت كتوصل لاكيس وكيقولوا لك واحد المليون وكتجبدها وكتخلصها. الا جيتي تدورها في دماغك وكيف ما درتي ليها وكيف ما حسبتيها غتلقى راسك خلصتي مليون في طريف ديال الثوب. ماشي بصح ديك المليون شريتي داك الطريف ديال الثوب، ولكن معاه بزاف الحوايج اللي هما السبب الرئيسي اللي خلاك تشري داك التيشيرت. انا غنحسبهم لكم. اول حاجه الاحترام والتقدير. كلنا عارفين ان هاد الدنيا ولات غاده بلي زابارونس. بنادم كيشوفك كيعبرك شنو لابس، من تما كيعرفك شكون انت. كتلقى بنادم لابس عادي ماشي نفس المعامله كيتعاملها بنادم لابس لي مارك، وقد ما غلات الماركه قد ما كيتزاد الاحترام. وهادي راه ماشي غير هضرتي انا ولا ملاحظاتكم نتوما. هولندا ناد روب نيلسون ومارين مايرز وقالوا راه نديروا واحد التجربه ونشوفوا هذه القضيه كيفاش غتخرجنا. جابوا 80 شخص وحطوا ليهم الناس لابسين تيشيرت عاديه، وبالفوتوشوب دخلوا الماركات على دوك التيشيرتات وحطوا ليهم 5 ديال الحويجات: المكانه، الثروه، الثقه، الطيبه، الجاذبيه. والناس خاصهم يحطوا ارقام من 1 حتى ل5. 1 هو اعلى رقم و5 هو اقل رقم، وحطوا لهم دوك التصويرات فيهم ناس بتيشيرتات عاديين، ناس بتيشيرتات فيهم واحد الماركه رخيصه، وناس بتيشيرتات غاليين. في الاخر كانت النتيجه الناس اللي كانوا لابسين تيشيرتات بالماركات الغاليين هما اللي صنفوهم اكثر وحدين مرفحين وعندهم العلاقه، اكثر وحدين باغس، واكثر وحدين تقدر تثق فيهم. دونك هادي ما بقاش عندنا فيها الشك. ثاني حاجه تميز. الماركات الغاليين فاش كيخرجوا شي بياسه يخرجوا منها غير واحد العدد قليل، وكل ما كان العدد ديال ديك البياسه قليل كتزيد تغلى، حيت غير واحد العدد قليل ديال الناس في العالم اللي غاديين يقدروا يشريوها. نعطيكم مثال بحال ايزي اللي كان كيخرجها كيني ويست مع الاديداس. ما عرفتش علاش الناس ديال القرعه كيقولوا لها ايزي، سميتها ييزي بين قوسين. بياسه اللي كيخرج فيها 1000
ماشي نفس الثمن ديال البياسه اللي كيخرج فيها غير 100. يعني واش قبل ما يبدا يخدم مع الاديداس كان كيخرج مع النايك، واخر نايك دار معاهم تباعت ب 11 مليون و4000 درهم. ودابا حاليا الا دخلتي قلبتي عليها سوغ انترنت حيت ما بقاتش كتخرج، واصله تقريبا ل 60 مليون ديال السنتيم. نشرح لكم بطريقه اخرى. هذه الحاجه اللي كتخليه غالي هو انه قليل، الكميه ديالو في الكره الارضيه محدوده. نفس الحاجه على لي مارك، وهذه اللي كيلعبوا عليها الماركات الكبار، كيقلوا لك البياسه ويغليوا لك الثمن. الناس اللي كيف قلت لكم كيقلبوا على التميز كيمشيو يشريوها، لدرجه ان الناس اللي مشاو سولوهم على الاثمنه كيفاش كيمشيو يشريو هاد الماركه وهي غاليه، قالوا لهم حنا ما كرهناهاش تزيد تغلى وتغلى، ويوليو الناس اللي كيشريوها كيتحسبوا على رؤوس الاصابع باش يزيد بنادم يبان لك مرفاح الا كان لابسه. وشوفوا الدنيا فين وصلت. ندوزو ثالث حاجه كنشريوها مع الماركه الغاليه هي الانتماء. ما تلاحظوش انه اللي كيشري ايفون موراها غير بشويه كتولي ما تقدرش تجبد قدامه الايفون ولا الابل ولا تعايرهم قدامه، كيولي بحال هو جزء من ديك الماركه، كيولي كيدافع عليها وكيشكرها، ولات هي احسن ماركه في العالم وما يمكنش لك تعايرها في الحضور ديالو. نفس الحاجه كطرا مع السامسونج، ولكن السامسونج عاوتاني ما واصلاش لذاك النيفو ديال الابل، حيت الابل واعرين بالبريندين، كيخدموا على اللوغو على الماركه ديالهم بزاف، لدرجه انهم الا لاحظتي فاش كيخرج شي ايفون جديد كتلقاهم مشحفين عباد الله ومستفين ومدايرين صف واصل حتى الورزازات باش يتسناو النوبه ديالهم باش يخلصوا زباله الفلوس باش يشريو داك الايفون. وشوف لي بنادم فين واصل. والماركات المريقلين كيلعبوا على هاد القضيه، حيت الانسان بطبعه كيبغي انه تربطوا واحد العلاقه عاطفيه مع الماركه كيف ما بغات تكون. دابا الا لاحظتوها مع المغنيين كيقول لك هذا الجيش الفلان الفلاني وهذا الجيش الفلان الفلاني، نفس الشيء كيطرا مع الماركات. كتلقى هذا من عائله سامسونج، هذا من عائله ابل، هذا كيلبس غير نايك، هذا كيلبس غير الغوتشي. وهذا الشيء راه كيطرا حتى مع المواد الغذائيه. شحال هذه ناضت بيبسي دارت واحد التجربه في لي سوبر مارشي، داروا كوكا وبيبسي بلا ما يبينوا اللوغوات وعطاو الناس يذوقوا، وكل شي الناس عجبهم المذاق ديال بيبسي. موراها عاودوا نفس التجربه ولكن باللوغوات باينين. الناس كاملين عجبتهم كوكا كولا، ما فهموا والو كيفاش هاد القضيه. هو ينوض ديك الساعه المدير التسويقي ديال كوكا كولا قال لهم انا عارف وفاهم علاش. قال لهم حيت حنا كتربطنا واحد العلاقه عاطفيه كبيره مع الكليان ديالنا، وكاع الناس تقريبا عندهم ذكريات مع كوكا كولا من الصغر. داكشي علاش بلا ما يحسوا كتعطيه كوكا كولا مع شي حاجه اخرى كيقول لك كوكا كولا بنن. وهذا الشيء راه طاري لينا حنا كاملين بدون استثناء. نفس الحاجه كطرا مع الحوايج، داك الارتباط العاطفي مع واحد الماركه كيخليها كتبان لك احسن ماركه في العالم، وداك الثمن ديالها تستاهلو وما يمكنش لك تبدلها وغتشريها واللي ليها ليها. رابع حاجه هي الاحساس بالانجاز. انا نعطيكم مثال بسيط. حنا مثلا في المغرب عندنا القريعه، كاينين المحلات في القريعه اللي الا مشيتي غادي تلقى الكوبي اللي ديور شخصيا ما يقدرش يفرق بينها وبين الاوريجينال. واوريجينال كتشدها في يدك، الكاليتي كلشي هي اختها. ومني كتجي تسول على الثمن كيقول لك واحد 600 ولا 700 درهم الى طار 900 درهم. وكاين بنادم اللي كيتخلع وايلي 900 درهم كينوض هو كيجبد لك بالعكس عليه الاوريجينال، كيقول لك ها هي دايره واحد 2 ولا 3 المليون ولا حتى 5 المليون. دونك راه هذه راه تستاهل داك الثمن باش باغي نبيعوها. وفعلا تستاهل، حيت كيف قلت لكم محطوطه هي اختها مولاها وما يقدرش يفرق بينها وبين الاوريجينال. دونك واحد بعقله غيقول لك علاش مني كاينه الكوبي هكا بحال الاوريجينال وبواحد الثمن قليل بارابور الاوريجينال، علاش واحد غادي ينوض ويمشي يشري هذيك الغاليه وهي راه ما كاينش الفرق بينها وبين هذه اللي بالثمن شي شويه مرفق. ولا كاع الا زرب الله وباغي يخسر ديك الفلوس راه فيه ما يريزيرفي ويشد الطياره ويمشي لوحده من البلادات اللي واعرين ومعروفين بالكوبي بحال تركيا ولا البانيا ولا تايلاند، ويدوز لي واحد العطله فاعله تاركه ويشري هذيك البياسه اللي ما تفرقهاش على الاوريجينال، وها هو ربح بياسه وصافيره وراجع بخير مع راساته.
ولكن لا، حيت كيف قلت لكم في الاول، فين غيخلي لمن غيخلي هو داك الشعور بالانجاز. داروا بزاف ديال الدراسات واكتشفوا ان اغلبيه الناس اللي كيمشيو يشريو دوك الماركات الغاليين كيكونوا ناس كيفتقروا بزاف للانجازات في حياتهم. داكشي علاش هو لا يمكن انه يمشي يشري ديك البياسه بواحد الثمن قليل واخا عارفها راه كاينه وبحالها بحال الاوريجينال، غير باش ما يفلتش عليه داك الاحساس. خامس حاجه كتشريها مع الماركه وانت خارج من البوتيكه، وهي اهم حاجه في هذا الشيء كامل، هي العياقه. كاع الناس اللي كيمشيو يشريو الماركات الكبيره يركزوا على اللوغوات، يا اما يكونوا كتار يا اما يكونوا كبار، زعما ديك اللقطه ديال شوفوني يا وجوه الفقر رانا عندي اللعاقه وشاري الغلا. حيت الا كتلاحظوا راه كاينين ماركات غاليين ولكن اللويغو صغيور محطوط في شي قنيت، وبعض المرات كتلقى الماركه غاليه واللوغو راه كاين على الماركه في التيكيته، ولكن الناس ما كيمشيوش لدوك الماركات، كتلقاهم طايحين غير على دوك الماركات اللي كتلقى اللوغو كبير وباين بحال الغوتشي، ولا بحال مثلا ديور كتلقاه معمر التيشيرت كله ديور 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 ديور، باش زعما ديك اللقطه ديال شوفوني ها الفلوس كاينه وانا لابس الماركه. حيت هو ما يمكنش ليه يخسر دوك الفلوس كاملين ويمشي يشري لك برادا اللي اللويغو غير صغيور، خاصك نضاضر وتبرقك فيه مزيان باش تشوفو. ما فين هي العياقه؟ ما كاين بو عياقه، غير خسر الفلوس على والو، دونك ما مسلكاش. بطبيعه الحال هاد الاحاسيس كامله كيخليو الانسان يولي يحس براسو احسن من الاخرين وفوق العالم، ويقدر داكشي يتحول حتى للغرور. انا ما كنقولش ان دوك الناس ما مزيانينش ولا كيدوزوا بطوموبيلاتهم كيدفلوا على عباد الله، لا، ولكن كيحسوا براسهم فوق العالم. وهذا الشيء راه الناس داروا عليه تجربه في شوارع باريس، جابوا واحد كيدير براسو تالف وكيمشي كيقصد دوك الناس اللي كيخرجوا من البوتيكات الكبار بحال فيرزاتشي شانيل برادا، ولاحظوا انهم ما كيتعاونوش معاه نهائيا. هاد الشيء الى جاوبوا عاودوا داروا نفس التجربه مع الناس اللي كيخرجوا من البوتيكات العاديين بحال زارا بحال اش ام بحال نيويوركر، ولقاوهم بالعكس متواضعين وكيوريو للانسان وكيدويو معاه عادي. دابا كنظن اننا كاملين فهمنا انك منين كتمشي كتدخل البوتيكه وكتشري واحد التيشيرت غاليه وكتبدا خارج بها في داك السويك ديالك، راك ما خارجش معاك غير بديك التيشيرت وانما بالباك كامل. ومن الاخر انا عارفه اننا كاملين كيغرنا الغرات وكاملين كتعجبنا الماركه من راسي وجبد، ولكن المريقل هو اللي حافظ غير على داك الصاك اللي فيه الباك، وكي الكوبي كي الاوريجينال. الله يرزق غا الصحه والسلامه، الله يعاون العونات.